السلام عليكم. أهلا وسهلا بيكم فيديو جديد على قناة ليستات. هنتكلم النهاردة عن الخناقة اللي متصدرة الترند بقالها كام ساعة، واللي حاصلة بين سمية الخشاب ورانيا يوسف. وهنشوف رانيا يوسف بترد على سخرية سمية الخشاب عليها، والجمهور بيعلق دول وقعوا في بعض. هنعرف ايه التفاصيل وايه اللي حصل بالظبط. بس قبل اي حاجة من فضلك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، وفعل زرار الجرس على كل الاشعارات ضروري جدا علشان كل جديد يجيلك لحد عندك. ظهرت الفنانة رانيا يوسف ضيفة في برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة، وخلال البرنامج وكعادة رانيا يوسف بتصريحاتها الجريئة قررت رانيا إنها تفتح النار على الكل. في البداية اتكلمت عن غادة عبد الرازق وقالت إنها ممكن تعمل معاها مسلسل عادي جدا بشرط وجود مخرج قوي، وبررت كلامها وقالت لو المخرج مش هيبقى قوي مش هدخل العمل، لأن مش عايزة أدخل في مشاكل مع غادة ومش عايزة أخسرها كإنسانة. كمان علقت رانيا يوسف على كلام سمية الخشاب عنها لما قالت ان رانيا لسه في مرحلة الانتشار، وقالت رانيا انا بشارك سمية في فيلم دلوقتي، انا لسه بنتشر يا سمية، مين فينا الترند انا ولا سمية؟ هو مين الترند انا ولا سمية؟ وكملت رانيا يوسف كلامها وقالت انها مش بتشوف الترند مقياس للنجومية ومش بتهتم بيه، وختمت كلامها وقالت بسخرية انا في مرحلة الانتشار يا حبيبتي، انا كول جدا. والجدير بالذكر ان سمية الخشاب كانت ضيفة في برنامج حبر السري مع الإعلامية أسماء إبراهيم، وقالت سمية خلال اللقاء إن النجاح مراحل، في مرحلة بعد ما تتشهري مش بتبقي محتاجة إنك تشتغل غير عمل واحد قوي كل فين وفين عشان ما تحرقيش نفسك، مش بتدوري على عدد الأعمال لكن بتدوري على قوتها، وفي مرحلة بتبقي محتاجة إنك تعملي أعمال كتير علشان تتشهري. وأنا بتابع زمايلي وبحب رانيا يوسف، ورانيا لسه في مرحلة الانتشار والشهرة ولسه بتكبر، وحلو إنها بتنتشر دلوقتي وبتطلع السلم. ده كان ملخص الخناقة والتصريحات المتبادلة بين سمية الخشاب ورانيا يوسف خلال الساعات اللي فاتت. وفي نهاية الفيديو أنا بشكركم جدا لأنكم كملتوا معايا الفيديو لحد دلوقتي، على وعد بلقاء جديد. ولحد هنا يكون الفيديو خلص، إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد. سلام.